اوعي انت ايدك. فهمتيني ولا ايه؟ عضك واضربك كمان. انا عايزه حاجتي. لا انت حاجة كبيره مش مين؟ عايزه بنتي تيجي عليك. هي حصلت؟ طب هاتي حاجتي. انا افرجك. اوعي يا بنت تخمني ان انا رفيعه ولا كبيره، ده انا شد شعرك اجيبه تحت رجليا. طيب بس حاجات جميله وحاجات حلوه. بص ابني كل ده من خير ابني وحاجه ابني، اخته اولى. انا اخدهم لبيتي وامشي بيهم، وده كمان اللي انا واخداه البت ما عندهاش واحد. ايه ده؟ انت فوتي بتعملي ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ خير ابني هو اللي وحاجة خير ابني. ابنك؟ دي حاجتي يا حبيبتي. حاجتك وانت حيلتك حاجه، كل ده فريق انت ابني. بس ده اللي انت اوعي بتتكلمي. اوعي بنتي محتاجه ده. انا مالي ومال بنتك ومال بتتكسر اشتريها. من سنه لسنه. ايوه انا ذنبي وده ايه؟ خير ابني. بلغنك بس اوعي ايدك في ايه؟ وسعي انا عايزه حاجتي. حاجه مين يا ام حاجه؟ تعالي بس هو يلا، روح مش اديها بتطلعي. بنتي انا بنتك محتاجه لها. زفت. انا عايزه حاجتي. اوعي انت ايدك. فهمتيني ولا ايه؟ عضك واضربك طب كمان. انا عايزه حاجتي. لا انت حاجة كبيره مش مين؟ عايزه بنتي تيجي عليك. هي حصلت؟ طب هاتي حاجتي. انا افرجك. اوعي يا بنت تخمني ان انا رفيعه ولا كبيره، ده انا شد شعرك اجيبه تحت رجليا. طيب بس اوعي. عايزه حاجتي. حاجه مين يا ام حاجه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده عظيم ربنا يطولك يا روح. لا ابعدي. ايه سعيدكم مش عارف اخد الشارع ليه؟ ودي كمان هتاخديها. ايوه اوعي. في ايه يا ابني؟ هاتي حاجتي بقول لك. بس ما أنا تقولش عايزة حاجه. انت طلعت مع عمر واقف؟ قول لها يا ابني. اخد هدومي كلها هلبس ايه يعني؟ ما تروح تدي كل ده لاختك. خلاص براحة اتكلموا بالراحة. استغفر الله العظيم يا رب. واخده اصل اختك يا ابني بتتكسر من سنه لسنه، وبيبقى ما عندهاش حاجه، ولما بتيجي بتبقى هدومها كلها تعبانه ومش قد كده. انت بتجيبي بصحوكي كده ليه؟ مايا في ايه؟ شفت طريقه مراتك بتكلمني ازاي يا طب بعد ابني؟ اذنك يا ابني. انا بس بعد إذنك بضيع بس. عشان اديهم طب لاختك. بعد اذنك طيب. والشنطه دي كمان حلوه. طيب أختك سيبيهم ما بقى. عندهاش طب شنطة. سيبيهم بس سيبيهم هنتكلم معاك فين الترمس؟ سيبيهم. طيب طب يا هاتيهم ابني، بس طب هات واحده. اصبري بس. طب هات اصبري حاجة عليا واحدة. طيب. خدي سيبي يا مايا. هاشتاج سيبي. خش اوضتك يلا مش عايز اسمع لك نفس. تعالي يلا. تعالي بس تعالي. ابن اختك غلبانه. يما اختي لما تكون عايزه حاجه وراجلها مقصر فيه وانت عايزه تجيبها قولي لي عليه، انا نديكي فلوس تديها تجيب لي، لكن ده في حاجتي ما ينفعش ان احنا ناخدوها مني، سواء انا اللي جايبها لي او اهلها اللي جايبين لي. وبعدين الترمس دي مش واخداه انت من النيش، ما ينفعش عيبه حتى. الناس هتقول علينا ايه واخدين من اعزال مرات ابنهم وروح تودي لبنتها، ما ينفعش حتى الكلام ده. انا اختي ناقصها حاجه قولي لي، انا نديكي فلوس تجيبي لي، لكن ما هتاخدي حاجتها ليه؟ ما تلبسش حاجتها وبعدين اختي ما تلبسش، سواء هي لو اديتي اختي ما تلبسش حاجه استعمال، ما تلبسش حاجه مكان مراتي، عشان لما تلبسها وتجيني البيت بيهي ما تبقاش عينها مكسوره، ما تبقاش بتلبس مكان مراتي. لا كلامك صح هي لو ظروفها صعبه وراجلها مش قادر يجيب لي انا هنديكي فلوس، ولو ناقصك اي حاجه قولي لي، لكن اللي انت عملتيه ده غلط. بس انت من وشك الحلو انت ما بتعملش حاجه غلط يا ولد، انت بتسمع الكلام ماشي. فانت لما تعوز اختي حاجه قولي لي عليها يما، انا اللي نجيبها لي او نديك فلوس تجيبها لي. ربنا يحميك يا ابني. وما تزعليش من مايا، هي مايا عندها حق ان هي بتتزعج على حاجتها وزعلت على حاجتي، بس مش عندها حق انها تعلي صوتها عليك. خلاص وانا هنديها دلوقتي تحب على راسك ما تبقاش زعلان، وانا هنديك فلوس تجيبها لي يا حبيبي. خلاص مايا. الله يكرمك يا ابني. يا مايا. ايوه يا محمد. يديك يا رب. لما تحصل اي حاجه من امي ما تعليش صوتك عليها، الصوت اللي طلع ده قسما بالله لو قعدت نسمعه في بيتي تاني ما هتك شاربه بيها وانت اللي هتبقى خربت بيتي بس بنفسك. هي تاخد حاجتي معلش برضه يعني؟ بالراحه لما نيجي او كلمها بالراحه. خلاص تعضني. وتعضي براحتك في سنين يا ولد. بص على راس امك كده يا بنتي. حاجه عليا معلش. خلاص يما خلاص يا نروح شوف شغل بقى ايوه عشان نقفل الورش. خلاص ماشي. وانت يا بنتي ما تزعليش مني. لا مش زعلانه، ما اقدرش ازعل منك. انا اتصرفت صحيح تصرف غلط، بس ابني نصحني وفهمني كل حاجه.